اخوان، قبل ما نبداو هذه الحلقه هذه غنسولكم واحد السؤال. واش نتوما مع العلاقات الرضائيه او لا ضد العلاقات الرضائيه؟ غادي نشرح العلاقات الرضائيه بالنسبه للناس اللي ما عارفينهاش وما فاهمينهاش. العلاقات الرضائيه هي انت كرجل وانت كمراه غادي تدخلوا لواحد لوطيل، يعني انت وانت بجوج بكم غادي تدخلوا لواحد لوطيل، غتكريو شومبر وحده، يعني بيت وحده غادي تدخلوا ليها وانتم ما ممزوجين ما مخطوبين ما والو، يعني غير مصاحبين ولا غير تلاقيتي معاها في الزنقه، وغادي تدخلوا لوطيل غادي تمارسوا الرذيله تما ولا غادي ديروا شي حاجه تما. او لا، انت وانت تلاقيتوا في الزنقه او لا عرفتيها او لا مصاحبين او لا يعني ما مزوجينش، يعني ما عندكمش شي كارت ديال المارياج ولا شي حاجه، لا غير مصاحبين غادي تمشيو لشي دار شي شقه يعني شي بارتمان غادي تدخلوا غادي تباتوا تما ولا المهم شنو غديروا الله اعلم. دونك هذه هي العلاقات الرضائيه. سؤال: واش انت كنت مع العلاقات الرضائيه او لا ضد العلاقات الرضائيه؟ نتمنى انكم تكتبوها لنا في الخانه ديال التعليق. اخواني اخواتي، غادي نبداو هذه الحلقه هذه ديالنا بطبيعه الحال دائما وابدا نتمنى انكم تدعمونا بواحد لايك الا كان ممكن، شجعونا باللايكات ديالكم لانه كتنساو لي لايك والتفاعل طاح في هذه القناه يعني مؤخرا. نتمنى اننا نعاودوا نرجعوا هذا التفاعل هذا باللايكات ديالكم بالتعاليق ديالكم كذلك الايجابيه وبالبارطاج، ولا ما كنتوش مشاركين معنا في القناه واول مره كتشوفوني نتمنى انكم تابوناو وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكاع الفيديوهات ديالنا في الوقت. اخواني اخواتي، وزير العدل عبد اللطيف وهبي حالف بحلوفه تغيخرج لنا القانون المتعلق بالعلاقات الرضائيه للوجود، وحالف غادي يدير واحد المجموعه ديال الامور في هذاك القانون اللي من بينها كان واحد لقاء الاخوان اللي نظمته المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان بخصوص حاصلات فحص التقارير الوطني للمملكه المغربيه المتقدمه للاليات الامميه لحقوق الانسان، اللي بطبيعه الحال فيها واحد المجموعه ديال الناس اللي فيها حقوق الانسان وفيها كذلك عبد اللطيف وهبي هو اللي كيهمنا في هذه القضيه هذه، اللي عطاوه يقول الكلمه ديالو. وعلاش غادي يهضر على مشروع قانون متعلق بالعلاقات الرضائيه اللي غادي تناقشوا الحكومه في الايام القادمه ان شاء الله، واللي فيه بزاف ديال الامور اللي من بينها ذكرها عبد اللطيف وهبي ان واحد الرجل ساكن في واحد المدينه مثلا ساكن في مراكش عنده الحق انه يكري بارتمان في هذيك المدينه نيت، وما عند الحق حتى شي واحد انه يقول لي علاش غتكري بارتمان هنايا ولا علاش غتجيب البنات ولا علاش غتبقى تجي ليها وانت ساكن في نفس المدينه ولا ساكن في نفس الكارتي وعندك دار واحده اخرى. ما عند الحق حتى شي واحد انه يهضر معاه، لا قانون لا سلطه لا سكينه، حتى شي واحد. وقال كذلك بالحرف: يجب ان تعامل المراه بالمثل، يعني المراه حتى هي ساكنه في مراكش مثلا عندها الحق انها تكري شي دار في مراكش وما عند الحق حتى شي واحد يتدخل لها في حياتها. علاش كريتي وعلاش وشنو كدير في هذيك الدار؟ هادشي داخل في النطاق ديال العلاقات الرضائيه اللي باغي السي وهبي انه يخرج للوجود. ثم كذلك السي وهبي قال بالحرف: لا يمكن ان اسال مواطنه تملك البطاقه الوطنيه في مستوى المسؤوليه لماذا تريد ان تدخل الى الفندق وهي تسكن في نفس المدينه. بمعنى وهبي قال لك شكون انا باش نمشي عند واحد البنت او واحد المراه وهي حامله للبطاقه الوطنيه ديال هذيك المدينه ديال مراكش مثلا وباغا تمشي للوطيل في مراكش مثلا، نقول لها علاش غتمشي لمراكش؟ ما عنديش الحق انني نقول لها علاش غتمشي لمراكش. بواحد الصيغه واحده اخرى، هي ساكنه في مراكش وجا عندها صاحبه من كازا ولا من الرباط ولا من مراكش نيت وغتمشي هي وياه للوطيل، ما عند الحق حتى شي واحد يقول لها علاش غتمشي للوطيل، واللي من بينها صاحب الفندق او هذوك الناس اللي خدامين في الريسبسيون او في الاستقبال في لوطيل. دونك انت ولا انت غادي تمشي للوطيل، الا قال لك مول لوطيل اعطيني لاك د مارياج او لا سولك قال لك شكون هذه اللي انت وياه غادي تدخلوا للفندق ولا غادي تدخلوا للشومبر، غادي تهز التليفون وغادي تعيط للشرطه، غادي يجيو الشرطه غادي يعتقلوا مول الفندق ولا هذاك خينا اللي في الريسبسيون اللي قال لك او اللي سولك وديرونجاك وقال لك شكون هذه اللي انت وياه غادي تدخلوا للشومبر. دونك ما كاينش هذيك القضيه ديال غادي تاخذوا جوج ديال لي شومبر، هو بوحدها هو عفوا بوحدو في شومبر وهي بوحدها في شومبر، لا. دابا حاليا باللي غادي تطبق هذا القانون في المغرب، انت وصاحبتك او انت وخطيبتك او انت وعشيرتك او انت وشي وحده تلاقيتي معها غير في الزنقه شي هاربه في الزنقه، غتمشيو للوطيل غادي تكريو بيت واحد، غادي دوزوا ليله حمراء تحت القمره، السلام عليكم ورحمه الله، تخلصوا وتمشي في حالتها. استسمع هذا الكلام اللي كنقول لكم، ولكن هذا الشيء اللي باغيين يخرجوا لنا هاد الناس للوجود. ثم كذلك قال السي وهبي ان انا ما عنديش الحق انني نسول مواطنه تملك البطاقه الوطنيه في مستوى المسؤوليه لماذا تريد ان تدخل الفندق وهي تسكن نفس المدينه. هذه جريمه يجب ان يعاقب عليها القانون. هادشي اللي قلت لكم. مشيتي للوطيل مع صاحبتك او لا صاحبتك مشات معاك للوطيل، هي اللي غتخلص وغتدخلوا للشومبر وحده، الا هذاك الريسبسيون سولكم هذه الحاجه هذه راه كيعاقب عليها القانون، غادي تعيط للبوليس، غادي يجيو البوليس غادي يعتقلوا هذاك الخينا اللي في الريسبسيون او لا غادي يعتقلوا مول الفندق، لان كتشكلوا واحد الديرونجمون واحد الضجيج لهاد الكليون اللي جاو عندكم واخا ما مزوجينش،
واخا صحاب، واخا عشاق، واخا جايين للوطيل باغيين يديروا سيكو سيكو، ما عندكش الحق انك تهضر معاهم. ثم كذلك قال: كما ان الرجل يمكن ان يدخل الى الفندق ويكتري شقه في المدينه حيث يسكن. الرجل حتى هو باغي يدخل اللوطيل مع صحيبته، مع عشيقته، مع شي هاربه، ما عندي الحق حتى شي واحد انه يهضر معاه، سواء دخل لوطيل، سواء دخل الشقه، سواء دخل الفيلا، سواء دخل اي بلاصه فيما باغي فيما كانت. دونك انت ساكن في واحد الموبل محترم وفي واحد البارتما خاويه، غادي البارتما غادي يكونوا فيها شي عشاق، هذاك الموبل غيتفقوا كاملين انهم يخرجوا هذاك خينا اللي كيجيب العشيقات وكيجيب يعني الصديقات وكيجيب الحميمات والحبيبات لهذيك الشقه، واخا اتفقوا الجيران، هذاك خينا غادي يهز التليفون، غادي يعيط للشرطه، الشرطه غادي يجيو وغادي يضربوكم كاملين بروسي، الا ما قلناش غادي تعاقبوا كاملين، يعني سواء بالحبس او لا شي عقوبه ماليه اللي غتكون شويه ضخمه، واللي غادي يستافد منها كذلك يعني، ولا غادي يستافد منها هذاك العاشق والعاشقه ديالو اللي نتوما شكلتوا لهم خطر وضجيج على الحياه الحميميه ديالهم. لان القانون اللي باغي يخرج لنا وهبي راه هو هذا. واخا كاينه واحده اخرى عاوتاني، قال ان وهبي واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي كيكونوا في الفنادق، يعني ماشي في واحد المجموعه وانما يعني في جميع الفنادق، هما اللي كاتبين هكا، يعني جميع الفنادق في المغرب دون استناد اي نص قانوني صريح قائلا: كيف يمكن ان اسال شخصين بالغين مسؤولين ان اقول لهما ما عندكمش الحق انكم تدخلوا لهذا الفندق لانه ما عندكمش لاك د مارياج. يعني جوج مزوجين، جوج مزوجين كاع، جوج مزوجين غيدخلوا للوطيل نساو لاك د مارياج، هذا بالنسبه لهم مشكل، ما يقدروش يدخلوا للوطيل. دابا هو هذا كيقول لكم ما كاين حتى شي نص قانوني، او ما غادي يكون حتى شي نص قانوني صريح اللي غادي يقول لك ولا غادي يمنعك ما تدخلش لهذاك الفندق. هذه الحاجه هذه باش نكون معكم صريح، هذه الحاجه هذه مزيانه للازواج، لانه يعني شحال من واحد مثلا يعني ما كيديش مع لاك د مارياج، نساء ولا عنده وليدات عنده كلشي، ولا مرته حامله او لا، كيبغي يمشي للوطيل لانه ما عنده فين يمشي، ولكن كيلقى هذاك المشكل، هذاك العائق ديال لاك د مارياج وشكون هادي وكذا، ونعيطوا ما تعيطوا، ضروري ما ضروري، ولا شي شومبر وهي شومبر باش نفدوا هذا المشكل. ولكن هذا القانون هذا راه الا طبق غادي يكون مزيان للازواج، ماشي مزيان لاي واحد. راه شوف باش نكونوا معكم صريحه الاخوان، انا بعدا شخصيا علاش كنت كنهضر والفيديوهات السابقه كنت كنهضر انني انا ضد العلاقات الرضائيه. علاش؟ غير دابا حاليا ما كاينش شي قانون يعني اللي ما كيعاقبش على العلاقات الرضائيه، ما كاينش شي قانون دابا حاليا اللي ما كيعاقبش على العلاقات الرضائيه. القانون كيعاقب على العلاقات الرضائيه مستقبلا، وهذا الشيء اللي خدام فيه وهبي غادي يحيدوا هذا التجريم على العلاقات الرضائيه. دابا كاين تجريم على العلاقات الرضائيه، ورغم ذلك كنلقاو انه يوميا كيتزاد واحد الكم هائل ديال الاطفال الغير معترف بهم، يعني بطريقه غير شرعيه، باهم في جهه، امهم في جهه، امهم في جهه وباهم في جهه، يعني سواء كانوا متشردات، سواء كانت مصاحبه مع شي واحد وحملها، سواء يعني كيتزادوا بطريقه غير شرعيه، يعني ماشي واحد جوج اللي كيتزوجوا كيولوا، لا، جوج مصاحبين كيولوا، جوج مصاحبين كيولوا، هذاك الاول يعني كيلوحوا في الزنقه ولا كيلوحوا في شبركاسه ولا كيلوحوا قدام شي فيلا ولا شي دار، دونك هادو كيتعتبروا الاطفال المتخلى عنهم اللي ما عندهمش يعني تزادوا بطريقه غير شرعيه. راه يوميا واحد الكم هائل، ما عنديش سميتو الاكزاكت، ولكن الاخوان راه يوميا كيتزادوا، يعني راه المئات الاخوان ديال هاد الاطفال المتخلى عنهم اللي كيتزادوا بطريقه غير شرعيه للاسف الشديد. هذا الشيء كامل باش من بطريقه غير شرعيه. دوك عندنا العلاقات الغير الشرعيه في المغرب وفي العالم كامل، ماشي غير في المغرب، ولكن حنا غادي نركزوا على المغرب. عندنا العلاقات الغير الشرعيه في المغرب، ملي غادي يزيدوها واحد القانون ديال عدم تجريم العلاقات الرضائيه، شحال غيوليو عندنا ديال الاطفال اللي كيتزادوا بطريقه غير شرعيه في المغرب؟ شحال تقريبا؟ دابا عندنا 100، عندنا 200، عندنا 300. راه نهار غادي يخرج لنا قانون ديال عدم تجريم العلاقات الرضائيه راه غيوليو عندنا الالاف، واحد 5000 ولا 6000 ولا واحد 10000 راضيه غادي تزاد كل نهار، كل نهار. علاش؟ لان واحد مع وحده مصاحبين عندهم الازمه ديال البرتوش، اسمع على هذا الكلام هذا، ولكن خاصنا نوصلوا لكم الرساله. عندهم الازمه ديال البرتوش، خايفين لانه حتى شي واحد ما كيبغي يكري لهم، حتى شي اوتيل ما باغي يدخلهم، ما عندهمش فين يفرغوا هذوك المكبوتات ديالهم، لانه كاين قانون اللي كيجرم هذه المساله هذه. الا تلاقيتوا في شي دار ولا في شي اوتيل ولا في شي حاجه غادي يجيو الجيران غادي يديكلاروي بكم، غادي يجيو البوليس، مداهمه ديال الشقه ديال الدعاره وكذا، الحبس، غتمشيو فيها الحبس، غتمشيو فيها، ما كاينش القانون باين، قانون واضح. دابا وهبي غادي يحيد هذا التجريم هذا. العلاقات الرضائيه انت بالغ وهي بالغه، متراضين بيناتكم، صلات عند بي، سيروا اللوطيل، سيروا البارتما، سيروا الفيلاس، فين ما بغيتو تمشيو اسيدي، سيروا تمتعوا. ياك انت بالغ في 18 عام، ياك هي بالغه في 18 عام،
ياك هي عندها كارت ناسيونال وانت عندك كارت ناسيونال، ياك انت مسؤول على راسك وهي مسؤوله على راسها، دبروا لمخكم صافي، درتوا شي حاجه دبروا لمخكم، يلا ولدوا ولا ما تولدوش، المهم داكشي من بعد راه كاين قانون واحد اخر ديال انك انت خاصك تحمل المسؤوليه ديالك انت كذكر. ولكن حنا علاش غنوصلوا لهاد المصله هذه كلها؟ علاش اسيدي حنا في دوله اسلاميه وعندنا قانون واضح ديال تجريم العلاقات الرضائيه، وغيجي عندنا حنا واحد الوزير غادي يحيد لنا هذا القانون وغادي يقول لك اسيدي نحن ضد تجريم العلاقات الرضائيه، نحن مع الغاء تجريم العلاقات الرضائيه. وفهمت ستا الملك محمد السادس صيفط رساله غير هذاك النهار رئيس الحكومه من اجل تغيير هذيك المدونه الاسره، التعديل ديالها انطلاقا من الشريعه الاسلاميه ديالنا. ما تخرجوش على الشريعه الاسلاميه ديالنا، الا مثلا غنهضروا على الارث وغنديروا شي تغيير على الارث انطلاقا من الشريعه الاسلاميه. الا كنا غنديروا شي تعديل مثلا بخصوص الطلاق وبخصوص يعني الحضانه وبخصوص انطلاقا من الشريعه الاسلاميه ديالنا. كيف يعقل ان الملك عطى تعليمات ديالو للحكومه باش انه يتم تغيير وتعديل ديال مدونه الاسره انطلاقا من الشريعه الاسلاميه ديالنا، وكيجي وهبي غادي يخرج لنا واحد القانون اللي ضد الشريعه الاسلاميه ديالنا، ضد الشريعه الاسلاميه ديالنا. وانا اللي كنستغرب ليه في هذا الشيء هذا كامل هو انه وهبي كيقول لك الا مثلا واحد جوج بالغين مسؤولين، انا ما عنديش الحق انني نقول لهم علاش غتدخلوا للفندق وهما ما عندهمش لا قد مارياج. كيقول ان هذا كتعتبر ممارسه تعني يعني معتبرا ان هذه الممارسه تعني انني اقرر واحكم يعني واحكم مع نفسي انه ما جاء الى الفندق لارتكاب جريمه قبل حدوثها وهنا اكون قد ارتكبت الجريمه. بمعنى جوج بالغين، واحد فايت 18 عام وحده فايته 18 عام، مشاو للوطيل ما عندهمش لا قد مارياج، ومول اللوطيل ما بغاش يخليهم، اولا هذوك الناس اللي في الريسبسيون ما بغاوش يخليهم يدخلوا اللوطيل. انا في هذه اللحظه هذه كصاحب فندق او لا انا كموظف في الفندق راني ارتكبت جريمه في حق هذوك الجوج اللي جاوا اللوطيل. وفهمت ستا. انا والله ما بقيت فاهم شي حاجه، الا شي واحد فيكم فاهم شي حاجه يفهمني نعاودوا نشرحوها بالخشيبات. انا خدام في الريسبسيون واحد اللوطيل، انا خدام في الاستقبال في اللوطيل، جاو واحد الجوج عشاق مزوجين، جاو السلام عليكم. وعليكم السلام، عافاك بغينا شي شومبر، مرحبا عافاك الوريقات لاكارت ديالها باق باق باق، عافاك عقد الزواج لا حنا ما عندناش عقد الزواج، دونك ما عندكمش الحق انكم تدخلوا. انا غنقول لهم ما عندكمش الحق انكم تدخلوا الا انت تاخذ شومبر ديالك وهي تاخذ شومبر ديالها. انا في هذه اللحظه راني ارتكبت جريمه في حق هاد الجوج لانني منعتهم انهم يدخلوا اللوطيل ويشدوا بيت وحده ويمارسوا داكشي اللي غادي يمارسوا في هذيك البيت. انا خاصني العقاب، انا كموظف في هذاك الفندق راني خاصني العقاب. اه, لا 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 لا. وهبي قال لكم ان مشروع قانون جنائي اللي غادي تناقشوا الحكومه يعني في الايام القادمه سيتضمن نصا يمنع وان بشكل غير مباشر مطالبه نزلاء الفنادق بعقد الزواج. يعني هذه من بين الاولويات ديال وهبي، هو انك غتمشي للوطيل ما عند الحق حتى شي واحد انه يقول لك راه ليا والله قد ماريا. هادو من بين الاولويات ديال وهبي. وقال لكم وهبي لهذا قلنا إن القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يعاقب من وإلى. والله العظيم شتي هذوك اللي خدامين في الريسبسيون دابا تقول لشي واحد عطيني لاك دو مارياج غادي تجي فيها الحبس من إلى، يعني من شهر مثلا إلى سنتين ولا 5 سنوات كمثال. أنا والله ما فهمت إلا شي واحد فيكم زعما فاهم يعني فاهم زعما هذا الشيء اللي باغي يديروا لنا هذا الوزير هذا يفهموا، فهمونا واش حنا في دوله اسلاميه ولا ماشي في دوله اسلاميه؟ باش انك يعني تلغي تجريم العلاقات الرضائيه. راه ذاك النهار كنت عطيت واحد المثال ديال الناس يعني اللي باغيين انهم يعني مع هذا الامر هذا ومع هذا يعني هذا القانون. قلت لهم بالحرف واش غترضاها على الام ديالك، على الاخت ديالك، على بنتك، على شي وحده من لا فامي ديالك؟ الا كنتي غترضاها راه غنرضاوها على كل شيء، وإلا عفوا وإلا ما كنتيش غترضاها ما نتقبلوا هذا الامر هذا، لانه مستحيل انه غادي نقبلوا بموضوع بحال هكا وغادي نقبلوا يعني بقانون بحال هذا. راه مستحيل الاخوان، راه راه دابا عندنا مشكل وعندنا ازمه وعندنا مشاكل ديال هاد الاطفال، لان حنا راه كندوروا كنرجعوا الاطفال، هذوك الاطفال اللي كيتزادوا بطريقه غير شرعيه. دونك ملي غادي تحيد يعني هذا التجريم هذا راه اوتوماتيكمون راه غادي يتزادوا هاد الاطفال هادو يعني اللي كيتزادوا بطريقه غير شرعيه، وحنا هذا الشيء اللي ما بغيناش للاسف الشديد. اخوان شكرا لكم بزاف على المتابعه، وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه، نتمنى انها تكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش كيف ما قلت لكم في القناه ديال التعليق واش انت مع
العلاقات الرضائيه او لا ضد العلاقات الرضائيه. نتمنى انكم تخليوها لينا في الخانه ديال التعاليق. هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا ومرحبا. في حلقه اليوم غادي نهضروا على جديد مدونه الاسره وفساد وزير العدل عبد اللطيف وهبي. فهاد الاخير خرج ليها فاس ولا كيتحدى الشعب المغربي عين باين، فما زالت ما برداتش الضجه اللي دارها بسبب تعديلات مدونه الاسره. خرج بواحد التصريحات مثيره ومستفزه بخصوص الحريات الفرديه وحقوق المراه في المغرب، وخاصه حرمان النساء من السفر والاقامه بفنادق المملكه. فكما هو معروف اليوم اي فندق في المغرب كيمنع استقبال اي مرأة او رجل بدون عقد الزواج، وكيعتبرها جريمة فساد بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي. ولكن وزير الفساد باغي يجرم هذا القانون، وباغي يسمح لاي رجل ومرأة يقدروا يمشيو للوطيل ويباتوا ويقضيو الليله ديالهم بدون عقد زواج شرعي، وهذه خطوه واضحه للتشجيع على الفساد والزنا. فكما قلت لكم سابقا، فوزير الفساد باغي يفرض العلاقات الرضائيه باي طريقه، والنيه ديالو واضحه باش يقلل من الزواج ويكثر من الفساد. فها هما خرجونا القرارات ديال تعديل مدونه الاسره باش يخوفوا الشباب من الزواج، ولكن في المقابل فهما كيسهلوا الحرام عن طريق العلاقات الرضائيه. وها هو الان باغي يسهل على الناس ممارسه الرذيله. فما عرفت واش عبد اللطيف وهبي كيسحاب ليه راسو في السويد وماشي في دوله اسلاميه. وفي التصريح ديال وزير الرذيله قال بالحرف: كيفاش يمكن لي نسول شخصين بالغين مسؤولين ونقول لهم باللي ما عندهمش الحق في الدخول للفندق حيتاش ما عندهمش عقد الزواج. وهذا الشيء كيعني انني كنقرر وكنحكم مع نفسي باللي راهم جاو للفندق باش يرتكبوا جريمه قبل الحدوث ديالها، وهنا كنكون ارتكبت جريمه حيتاش قررت قبل ما توقع هذه الجريمه. فهذا هو التبرير اللي عطى وزير الفساد عبد اللطيف وهبي. فراه هذا الشيء اللي كيوقع الان ماشي عادي، وراه بالفعل هذا الشيء من علامات الساعه. وكما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا. فراه من الفعل ملي كتشوف هذه القرارات كيدخلك الشك واش انت في دوله اسلاميه. وباش نختم هذا الفيديو عندي بعض الاسئله وبغيتكم تجاوبوني عليها في خانه التعليقات. فواش كيجيكم عادي باللي القرار ديال تنظيم المغرب لكأس العالم سنه 2030 جا بالصدفه في هذا الوقيته بالضبط؟ والسؤال الثاني: واش ما كاينش شي واحد اللي يقدر يوقف عبد اللطيف وهبي ويتحاسب معاه؟ واش ما كاينينش شي وحدين اللي جاتهم الغير على الدين ديالنا الحنيف في ديك القبه ديال البرلمان وفي المسؤولين، حيتاش بالصمت ديالهم كيبان لي بلي راهم راضيين على هذه القرارات ديال عبد اللطيف وهبي؟ ولا نعاود في الموضوع.